اقول لك على احلى مميزات نزلت في iOS 17. دلوقتي كل صوره بورتريه صورتها قبل كده تقدر تتحكم في الفوكس بتاعها، بدل ما كنت عامل فوكس على الشخص او حاجه معينه تقدر تغير الفوكس لمكان تاني. لما تبقى فاتح صوره وعملت زوم في حته معينه هتلاقي زرار جديد فتح لك فوق وهو زرار الكروب، هتدوس عليه هيغير لك ابعاد الصوره للابعاد الجديده اللي انت عملتها. لما تقرب جهازين ايفون من بعض هتلاقي الموبايلين بيعملوا فايبريشن غريب كده، واسمك وصورتك ورقم تليفونك والسوشيال ميديا بتاعتك هتتنقل بالشكل الشيك قوي ده للتليفون التاني. دلوقتي ما بقتش لازم تستأذن مدام سيري وتقول لها هي سيري، لا ممكن تقول لها يا سيري على طول عادي هترد عليك. دلوقتي الايفون بتاعك هيتعرف على صوتك بطريقه احترافيه جدا، بانك هتقول 150 جمله للتليفون علشان يجيب كل نبرات صوتك. الويدجتس دلوقتي بقت اذكى من الاول بكتير، وتقدر تعمل مهام من عليها من غير ما تضطر تفتح الابلكيشن زي زمان. الكاستمايزيشن او التعديلات دلوقتي في الاسماء اللي مسجلها بقت روشه جدا، وبقى عندك تحكمات كتير جدا في الديزاين بتاعها. سجل المكالمات بقى ممكن يوصل لشهر واكتر كمان، مش زي ما كان بيجبرك قوي ترجع لاسبوع واسبوعين فاتوا بس. والناس الروشه بتاعت الاندرويد ارجوكم مش عايزين سف وعارفين انها عندكم من زمان. الاير دروب دلوقتي بقى اقوى من الاول، وما بقاش لازم تفضل قاعد جنب صاحبك اللي بتبعت له حاجه، لا ممكن تقوم تتحرك وتمشي عادي والاير دروب هيفضل شغال ومش هيفصل. لما بتيجي تحدد على الكلام بيطلع لك ماجنيفاير او مكبر كده شكله شيك كده يوريك انت واقف فين بالظبط دلوقتي. وبعد سنين كتير الايفون بقى ليه رينج تونز جديده خالص غير اللي كنا متعودين عليهم، وكلهم وحشين بصراحه ما انصحكمش بيهم خالص. السبوت لايت سيرش بقى اذكى كتير من الاول، وحقيقي تقدر تعتمد عليه اعتماد كلي. لما تبقى بتدور على اي حاجه في الايفون، حتى لو بتدور على كلمه كانت مكتوبه على حيطه في صوره هيجيبها لك، وبس كده.